اكيد الفتره اللي فاتت كلنا عكينا في الاكل، فالوصفه دي للناس اللي عاوزه تعوض شويه اللي حصل في رمضان وفي العيد وكده. هي ما فيهاش دهون كتير، عباره عن فراخ محشيه خضار وشويه جبنه صغيرين قد كده. عشان نبتدي هنحتاج حوالي نص كيلو صدور فراخ، واحدات بحالها كده بالظبط. هنجيب سكينه حاميه وفي كل فرخه هنعمل شويه فتحات كده. احنا هنقطع بس مش هنوصل لحد تحت، احنا عاوزين نعمل فتحات عشان هنحشي بالشكل ده. هتبلهم بايه بقى؟ اللي انا عاوزاه، بس النهارده هستعمل ملح وفلفل، بودرة بصل، بودرة ثوم، شوية بابريكا، ممكن بابريكا مدخنة لو عاوزين، واخيرا حبة زعتر. بعدين شوية زيت، حبة صغيرين جدا عشان ادعك التوابل دي كلها في الفراخ. فانا لو حد مثلا بيعمل دايت او مش عاوز ياكل حاجات تقيله، التوابل فعلا حل عظيم للمشكله دي. تمام، انا كده تبلتهم، هنقلهم في صينيه تنفع تدخل الفرن. شرايح بصل عاديه متقطعه هرجي جوه الفتحه واحطها كده. هعمل نفس الحكايه فيهم كلهم. هحط بقى شويه فلفل الوان وكمان شرايح كوسه. لو عاوز بقى ازود حاجات زي مثلا شرايح جزر، بنجر، بطاطس، انتوا حرين. الفكره بس ان احنا نحاول ان احنا ندخل كميه خضار على قد ما نقدر جوه مع الفراخ. رشه ملح وفلفل وبسيط جدا حبه زيت بقى من فوق، يعني اقل من نص معلقه، وكده خلاص. هدخلها الفرن على درجه 200 لمده 25 دقيقه. الفراخ تستوي والخضار يستوي، وبعدين هنطلعها ونحط عليها شويه جبنه. تمام جدا، هي كده استوت والخضار استوى وكل حاجه بقت تمام. انا ممكن اكلها كده على طول، بس هعمل تاتش كده زياده، احط حبه جبنه من فوق. نحط ميكس شويه، حبه صغيرين برضه عشان عاوزين الموضوع يكون خفيف، حبه كده بس على وش كل واحده، وهدخلها تحت الشوايه بس لمده دقيقتين تسيح. بذمتكم شفتوا حاجه احلى من كده ولا اسهل من كده ولا ريحتها احلى من كده؟ انا مش قادره اقول لكم، البصل والفراخ والخضار والجبنه عاملين حوار. بصوا قد ايه جوسي، فعلا حوار. لو كل الاكل دايت كان كده اكلت كل يوم. كنتوا جربوها وتقولوا لي رايكم.